السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه حلوه وسهله وبسيطه للميني بيتزا بعجينه سهله وبسيطه. في 10 دقائق هنعمل كميه كبيره قوي من الميني بيتزا، حلوه للاولاد في المدارس، للعشاء. سهله وبسيطه وكمان سريعه، هنعمل كميه كبيره جدا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تشاهدوه وتدعموني وتشجعوني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير. زي ما انتم شايفين قدامكم، بعجينة بسيطة وسهلة عملنا ميني بيتزا رائعة. يلا بينا نشوف مع بعض مكوناتنا ايه. الاول انا هحط كوبايتين من الدقيق على كوبايتين من المية الدافية، ولازم تكون دافية عشان تشتغل معانا الخميرة، ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقتين سكر ومعلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الملح. دي المكونات اللي هنبتدي بيها في الاول عشان نعمل وننشط الخميرة. يبقى احنا حطينا كوبايتين دقيق وكوبايتين ميه ومعلقه خميره ومعلقتين سكر ورشه ملح. احطهم في بوله واقلبهم كويس مع بعض واسيبهم في مكان دافي لحد ما العجينه تخمر كده معايا والخميره تشتغل، ونبتدي بعد كده نحط بقيه المكونات بتاعتنا. اهم حاجه تحطيها في مكان دافي علشان الجو اليومين دول ابتدى بقى كده يبقى يعني بارد شويه، فعشان تشتغل بسرعه معاكي. هي العجينة دي سهلة وبسيطة وبتتعمل بطريقة في وقت قليل جدا. مش هتقفي كتير علشان تعملي عجينة بيتزا وتسيبيها بقى تتخمر وساعة لا، دي سهلة وبسيطة جدا. في 10 دقايق هتعملي عجينة جميلة جدا جدا جدا، وتنفع كمان العجينة دي في حاجات كتير جدا، في باتيه محشي بالجبنة او محشي بالشوكولاتة، لا يعني عجينة جميلة جدا. خلاص بعد ما سبناها بقى تخمر كده، يعني مفيش ربع ساعة كده، زي ما انتم شايفين انا كنت مغطيه عليها وسبتها في مكان دافي. خمرت معايا العجينه اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. هنبتدي بقى نحط بقيه المكونات التانية اللي هي ايه، اللي هي 3 كوبايات من الدقيق ونص كوبايه من الزيت، وكمان عندي معلقتين كبار من اللبن البودر. كده يبقى احنا حطينا في العجينه 5 كوبايات، 2 في الاول و3 دلوقتي، يبقى احنا كده احتاجنا 5 كوبايات. انت عايزه تقللي عايزه تكتري في ايديكي الموضوع، عايزه تعملي كميه اكبر يعني او الضعف ضعفي، عايزه تقللي قللي. المقادير دي لو هتعمل لك يعني لو هتعملي مثلا، لو هتعملي صواني كبيره مثلا هتعملي لك 3 صواني كبار. فدي كميه كبيره يعني، بس كميه كويسه لو هتعمليها برضو ميني بيتزا وتخليها في علبه كويسه كده مقفوله كويس في التلاجة، وتدي للاولاد خلال مثلا 3 ايام. برضو حلوه، مش هنقف كل يومين نعمل ميني بيتزا. عجنتها كويس قوي وسبتها 10 دقايق بس، يعني انا مش هسيبها كتير، مش بتتساب ساعة لحد ما تخمر لا، بس اهم حاجة تعجنيها كويس. وبعد كده حطيت رشة زيت عليها ولميتها كده، زي ما شفتوا العجينة طرية ومطاطية وجميلة جدا جدا. انا عملت صوص للبيتزا، خدت معلقتين من الصلصة وحطيت عليها حبة زعتر ورشة سكر وبرده يعني حاجة بسيطة كده من الخل وملح، وسبتها على النار. وبعد كده يا دوبك غلت وطفيت عليها. بعد كده بقى تزيين الميني بيتزا ده براحتك. انا عندي فلفل وطماطم وزيتون، وعندي جبنه رومي، وعندي الموتزاريلا، وعندي شاورما. انتي بقى حابه تحطي لانشون، تحطي بيبروني، تحطي اي حاجه، لحمه مفرومه، تونه. التزيين البيتزا او طعم البيتزا ده في ايديكي، وشوفي الاولاد بيحبوا ايه واعملي. قسمت العجينة على جزئين او 3 حسب ما انت يعني هتفردي، يعني قولي على 3 اجزاء. وحطيت على الرخامة زيت علشان تفرد معايا بسهولة. وجيبي بقى اي حاجة بقى تقطعي بيها، انا جبت كوباية كبيرة كده عشان نقطع. وقطعي بقى بالشكل ده، افرديها بس طبعا ما تبقاش خفيفة، يعني سمكها يكون كويس كده. وابتدي بقى قطعي الاشكال زي ما انت قدامك كده، ونبتدي بقى نرصهم برضو في صينية او صاجة تكون مدهونة. اهم حاجة برضو تكون مدهونة علشان العجينة ما تلزقش في الصينية والصاج اللي انتي هتعملي فيه. تمام. وطبعا زي ما قلت لكم الحشو البيتزا ده اختياري وبراحتك اللي انتي عايزة تحشيه. والعجينة دي زي ما قلت لكم برضو عجينة تنفع لانك انتي تحشيها من جوه، يعني تاخديها كده تكوريها وتحشيها من جوه، برضو بتبقى جميلة جدا جدا كباتيه مثلا يعني.
انا بقى احطهم في الصينيه، بس اهم حاجه نوسع كده شويه عشان هتخمر تاني كده في الفرن او هتعلى لفوق، فنوسع شويه. هوريكم انا الاول هعمل ايه، وفي يعني مقطع تاني برضو هوريكم برضو انا هعمل ايه برضو معاكم خطوه خطوه. ابتدي بقى احط من صوص البيتزا اللي انا عملته ده. وعلى فكره صوص البيتزا ده ممكن كمان بيتباع جاهز في علب لو انتي عايزه تجيبيه، وممكن تعمليه في البيت، يعني اوفر واحسن وانضف طبعا. زي ما قلت لكم صوص البيتزا ده سهل وبسيط جدا، معلقتين صلصه، حبه زعتر، ملح، خل، سكر، على النار غلوه، ويبقى معاكي صوص جميل. انا بحط بقى طبقه من الصوص، صوص البيتزا، صلصه البيتزا، وبعد كده حبه بقى ايه طماطم وفلفل وزيتون. عندي حبه شاورما صغنطوطين كده برضو هحط. عندك لحمه مفرومه متعصجه حطي، او لحمه متبقيه قطعيها كده قطع قطع وحطيها. الحشو ده اختياري والمتاح عندك، واللي بيحبوه الاولاد حطي منه اهو. جايبه لكم برضو مقطع تاني هوريكم انا برضو هحشي ازاي. واهم حاجه بعد ما تحشي كل وتحطي يعني الحشوه من فوق كده، تضغطي عليها ضغطه لتحت علشان هي لسه هتعلى الخميره تاني في الفرن، فعشان ما تقعش من عليها المكونات اللي فوقيها دي، تروحي دايسه دوسه كده على كل اهو انا بدوس بالمعلقه على اللي فيه شاورما، دوست بايدي على الميني بيتزا. بصوا ما شاء الله عملت لي كميه كبيره، عملت لي صواني كتير ما شاء الله عليها. انا احطها في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص على الشبكة اللي في النص. يا دوبك ما بتاخدش غير يعني ربع ساعة، يا دوبك القعر بتاعها هياخد لون وبس كده تمام، يبقى خلاص تمام. الجبنة الرومي والموتزاريلا انا مش هحطها دلوقتي، انا هحطها قبل ما اطلعها، مفيش بدقايق يعني هي خلاص خدت السوا، يا دوبك خلاص قربت هطلع الصينية من الفرن، اروح حاطة بقى الجبنة الرومي والموتزاريلا وتاخد يا دوبك تسيح واطلعها من الفرن علشان ما تنشفش معايا الجبن، بتسيح بسرعة وبتنشف بسرعة. اهو طلعت لكم صاج ما شاء الله عليها، جميلة جدا، طرية هشة لذيذة جدا، عجبت الأولاد جدا جدا جدا. اعملي بقى كمية وشيليها في التلاجة، وكل يوم كده حط لهم في اللانش بوكس بتاعهم وهم رايحين. سهلة، طالما زهقوا من السندوتشات والجبن نغير لهم شوية ونعمل لهم حاجات برضو بيحبوها، ونفكر في أفكار بيحبوها ونعملها لهم. أو بقول لكم هحطهم في الفرن يا دوبك تسيح الجبنة واطلعها. طلعت تحفة جميلة جدا، عجبت الأولاد جدا وخدوا معاهم في المدرسة وعجبتهم، وتغيير زي ما قلت لكم، ونفكر في أفكار عجباهم وبيحبوها نعملها لهم بدل ما يبقوا زهقوا من السندوتشات. طرية جدا وهشة. يا رب تجربوا الطريقة دي وتعجبكم، وهي سهلة وبسيطة، في 10 دقايق عملنا عجينة وفي 10 دقايق كمان سويناها. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتسيبوا لي كومنت حلو يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية، واشتركوا في القناه علشان كل ما انزل فيديو جديد تشجعوني وتدعموني والقناه تكبر بيكم وليكم. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو، مع السلامه.